هنبدا ناخد رايهم وبعدين ارجع لكم تاني. معاكم يا جماعه حبيبه دلوقتي هتقول رايها. اتفضلي يا حبيبه. في حته الموضوع النصيحه او كده، شايفه ان هو اي حد بيقدم نصيحه هو يا اما مر داري ايدك مر يعني ايه بموقف خلاه يقول حاجه دي بناء عن تجربه شخصيه ليه، او ممكن هو عايز يطبق ده. يعني مثلا ساعات انا بتفرج على حاجه او بشوف حاجه عموما بقراها او كده، ببقى عايزه اطبقها على نفسي، فبنصح حد بيها وهو كمان يطبقها، بتشجعني ان انا كمان اطبقها، ومش بس اطبقها ان انا انتظم فيها، سواء بقى موضوع ديني، موضوع علمي، موضوع يعني انساني، اي حاجه من دي. شايفه ان هو اي انسان بيوجه نصيحه لحد، هو اوريدي اصلا هيعمل بالنصيحه دي عشان هو محتاجها. طالما هو بينصح حد هو محتاجها، هيطبقها حتى لو ما كانش طبقها قبل ما ياخد النصيحه. بس كده خلاص كده حبيبي خلصت. معاكم دارين دلوقتي هتقول رايها بكل موضوعيه. اتفضلي. هو انا يعني شايفه هو لازم فعلا ان اللي بيدي نصيحه يكون عملها او هيعملها. ف يعني مش عارفه، يعني ممكن انصح الناس كملي عادي كملي. انصحهم ماشي، بس يعني ممكن برضه انا ما كنتش عملت النصيحه دي، بس يعني هتعلم واعملها بعدين. بالظبط. فاهمه؟ بس خلاص دوس. على فكره مش رجعت لكم يا جماعه، انا حبيبه صاحبه القناه. اقول رايي بصراحه. يعني انا من رايي يعني انت لازم عامه تاخد النصيحه من حد اهل للنصيحه دي. يعني تبقى متاكد ان هو عايز مصلحتك، حتى لو الشخص ده فيه كل العبر. ده من رايي. لو هو شخص سيء ما بيعملش حاجه عدله في حياته، بس شايف من بره موقفك وعارف مصلحتك، تقدر تاخد منه نصيحه عادي. ده وجهه نظري. ولو حد نصحك بحاجه وهو فعلا شخص مؤهل لده وبيعمل بالنصيحه، وشفته بعد كده بيعمل غلط، ده مش معناه ان هو خلاص ارتكب جريمه. هو من حقه يغلط ومن حقه يكون بينصحك خوفا عليك. يعني انا ممكن اشوف واحده اقول لها مثلا صلي قيام ليل وانا ما بصليش قيام ليل، هي لو طبقتها هي ممكن تقدر. لو انا مش قادره هي ممكن تقدر. فانت تقدر تدي نصيحه عادي، بس المهم ما تبقاش بتنافق او بتقولها علشان تبان جامد. هو انت تدي نصيحه المهم تبقى صادق فيها وعايز فعلا مصلحه اللي قدامك، وبالنسبه ليك واخد النصيحه تبقى عارف انت بتاخدها من مين.